التحركات الميدانية للجيش الحر من ريف إدلب يرصدها لنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية أحمد عاصي مراسل أخبار الآن. أحمد، أهلا بك معنا. كيف هي الأوضاع اليوم في ريف إدلب وكيف يؤمن الجيش الحر الحماية للسكان هناك؟ نعم، أسعد الله أوقاتكم. الأوضاع الميدانية في محافظة إدلب هذا اليوم تشهد اشتباكات بين الجيش الحر والجيش النظامي في عدة مواقع. سمعنا اليوم عن تقدم على جبهة الحامدية وجبهة وادي الضيف في معرة النعمان. شهد اليوم منذ الصباح الباكر تحليق مكثف للطيران الحربي والمروحي. سجلت أكثر من طلعة جوية لطائرات الميج المقاتلة. قامت بقصف عدد من المواقع. قامت بقصف إحدى مدارس قرى جبل الزاوية، خلفت دمار هائل في هذه المدرسة. بعيدا عن الأوضاع الميدانية، أنا الآن في أحد الحواجز التي يقيمها الجيش الحر لتأمين الحماية والأمن للمواطنين ليصلوا إلى قراهم بأمان. كذلك الهدف الآخر لهذه الحواجز كما يقول عناصر الجيش الحر المتواجدون هنا هو تفتيش السيارات التي تكون تحمل ذخيرة أو ما شابه ذلك لحواجز الجيش النظامي. أنتقل مباشرة إلى ضيفي عبد القادر أبو محمد ليحدثنا عن وظيفة هذه الحواجز وما هي الآلية التي يعملون بها. أهلا وسهلا فيك أبو محمد. ما هو الهدف من إقامة مثل هذه الحواجز على الطرقات؟ الهدف من هذه الحواجز حماية المواطنين مشان ما يصير خربطة يروح على حواجز الجيش، لأن احنا بنبعد عن حاجز الجيش قريب عنا جدا. أمس قتلوا 5 أشخاص. احنا مهمتنا تنبيه المواطنين ما يدخلوا على حواجز الجيش وتفتيش سيارات الأمن والشبيحة إذا أجوا لعنا أو واحد منهم خربط دخل على جبل الزاوية. نعم، ما هي الآلية التي تتبعونها لتفتيش السيارات وما هي الآلية التي تتبعونها لتنبيه المواطنين على الخطر من خطر الجيش وما شابه ذلك؟ نحن ننبه المواطن أنه في جيش قدامك، في احنا مفارق كثير ومناطق الجبلية دائما بيكون فيها طرق كثير، بننبههم على الطريق اللي ما في جيش لحتى يدخلوا منه، من جبل الزاوي ومن حماه ومن كل الريف كلها مثلا بدهم يغادروا من الاماكن القصف او كذا نامنهم. هاي مهمتنا نحن على الحاجز، تامين المواطنين. شو سامر؟ سامر نحن على الهواء. أحمد تسمعني؟ ما الذي جرى خلفك أحمد؟ أحمد تسمعني؟ ألو. نعم، لا زلت على الهواء مباشرة. ما الذي يحدث خلفك أحمد؟ شبكنا في الحادث ما كان نعرف ايش بدنا نحكي. ألو. أحمد، يبدو أن أحمد لا يسمعنا. نعم، لكن يبدو أن هناك حادث مروري خلف أحمد لكن بدون أضرار. نعم، إذا يبدو أن أحمد لا يسمعنا. أحمد تسمعني الآن؟ نعم. أحمد، ما الذي جرى خلفك؟ حصل هناك خطأ من نعم، تفضل سامر. إذا نلاحظ أن هناك حادث مروري حصل خلف مراسلنا أحمد عاصي، لكن الحمد لله بدون أضرار بشرية، فقط نجم عن فريق العمل بكل خير، فقط الارتطام بشيء ما. إذا أحمد، نعم، إذا في هذا المعبر أحمد لا زلت تسمعني؟ نعم أحمد لا زلت معنا على الهواء. حصل خطأ. حصل خطأ من أحد السائقين، لكن الحمد لله كانت العواقب سليمة الحمد لله. طيب، أنت تقف الآن أحمد على إحدى المعابر؟ نعم. أين تقف أنت الآن؟ هل هناك حاجز من خلفك؟ هناك معبر خلفك؟ نعم، أنا في حاجز للجيش الحر. حصل خطأ من أحد سائقي الدراجة النارية التي كانت خلفنا في هذا الحاجز. ارتطمت الحافلة بأحد السيارات التي كانت واقفة على الطريق. لم تحصل ضحايا الحمد لله. الوضع مر بسلام
وعناصر الحاجز متواجدين قاموا في جرح لسائق الدراجة الناري، قاموا بإسعافه إلى أحد المشافي الميدانية القريبة من هذه المنطقة. إذا أحمد شكرا لك ولضيفك الكريم، وحمدا لله على سلامتكم. طاقم نشرة أخبار الآن، طاقم أخبار الآن هناك بخير، لم يسفر الحادث إلا عن أضرار